إزاي ننجح أو إزاي تنجح؟ أيًا كان مفهوم الشخص ده، وأيًا كان منظوره للنجاح، وأيًا كان هو شايف النجاح إيه، الحاجة اللي عايز يوصل لها، اللي هاقوله ده ممكن يمشي مع أي حد، على حسب منظوره للنجاح. هي الفكرة البسيطة إنه مش هادّي steps تعمل زي ما أنتِ قُلتِ في الأول، هو ما فيش template. أنا مش هاقول لك اعمل 1، 2، 3 عشان تبقى ناجح، بس هاقول حاجة كده ت ت تخلّيك تشوف أنت ناجح إزاي. الفكرة هنا أنا باقول حاجتين، أنت يعني تصنيف وأولويات. يعني إيه؟ يعني بدل ما أنت ماشي في حياتك كده واخدها package على بعضها، فقسّمها كده كتير، حاجات كتير على المستوى الشخصي مثلًا، ده لوحده track طبعًا. أو جانب. المستوى الأسري، إمم. وكبّر الscale بتاعه. المستوى العائلي مثلًا تبقى دي دايرة تانية، أدا جزء أو أدا تصنيف. على المستوى المهني، إمم. على مستوى العلاقات. فلمّا أقسّم حياتي كده وأصنّفها لأجزاء كتيرة، هيخلّيني ده إيه، أبُص على كل جزء لوحده. أشوف أولوياتي بقى فيه. برافو عليكِ، وأبدأ إمم. أشوف الأولويات فيهم كلّهم على بعض على فكرة، وفي كل جزء لوحده. صحيح. وده هيخلّيني أبقى مركّز على النجاحات الصغيّرة اللي باعملها. إمم. لإن أنا لو واخد كلّه package على بعضه يا منال، فممكن أكون أنا شايف النجاح من مفهومي ومنظوري إن هو بس في العلاقات. إن أنا لو عندي العلاقات كتيرة وباعرف أتعامل مع الناس وبتاع، أنا كده شخص ناجح. إمم. وهابقى مركّز دايمًا في ده، ومش شايف أي نجاحات تانية في المجالات اللي إحنا قسّمناها دلوقتي. إمم. فلو أنا ما حققتش أي نجاح في العلاقات، هالاقي نفسي إن أنا مش باحقق نجاحات.